تخيل تصحى الصبح تلاقي الذكاء الاصطناعي هو اللي بيحكم العالم، يعني البشر بقوا عاطلين والروبوتات واخده مكانهم في كل مجال. الذكاء الاصطناعي بقى جزء اساسي من حياتنا، من الشات بوتس اللي بترد علينا وبتساعدنا في كل حاجه لحد البرامج اللي بتكتب وتعمل اديت للفيديوهات، وكمان ممكن تعمل صور ما تعرفش تفرقها عن الحقيقه. وده اللي بيخلينا نسال يا ترى الذكاء الاصطناعي هيوصل لحد فين؟ في ناس بتقول ان الذكاء الاصطناعي هياخد وظائف البشر وان الشركات هتفضل استخدامه، ودي فعلا حقيقه، لان في وظائف بدات تقل فعلا زي خدمه العملاء والترجمه وحتى وظائف زي الكتابه نفسها. بس السؤال الاهم، هل ممكن الذكاء الاصطناعي يقرر يسيطر علينا فعلا؟ في علماء زي ايلون ماسك وستيفن هوكينج حذروا فعلا من تطور الذكاء الاصطناعي، ولو خرج عن السيطره محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. بس خلينا نكون واقعيين، الذكاء الاصطناعي مش كائن حي، هو مجرد ادوات بتنفذ اوامر، والخطوره الحقيقيه مش فيه هو خالص، الخطر الحقيقي في الناس اللي بتستخدمه. فالذكاء الاصطناعي مش خطر في حد ذاته، لكنه سلاح، والسلاح دايما في ايد اللي بيستخدمه. فيا ترى بقى احنا هنستخدمه ازاي؟ سلام.